الكابتن زبير بيا سيبقى في الأخير ليتسلم الكأس. قيس الزواغي ممثل على الاتحاد الافريقي لكرة القدم. رؤوف زيان اول مباراة وفوز وبطولة لرؤوف. سيف غزال رغم ضربة الجزاء لم يتأثر وقدم مقابلة بطولية. برافو. سوسة جوهرة المتوسط تونس 2010 هذا هو الشعار. ولي اللافته الكبيره احمد الحامي اول بطوله ليه مع النجم. كل هذا الفريق يحقق اول بطوله باستثناء طبعا زبير بيا. محمد الميلادي ثم نجم المباراة الهداف اوبياكور يتلقى التهاني ايضا من وزير الشباب والطفولة السيد عبد الرحيم السواري. مجدي التراوي اللاعب نوع اللاعبين اللي تغيبوا في مباراة اليوم. في صابر الطرابلسي ايضا لاعبناه لاعبين الشبان. رقم 10 في تشكيل النجم الساحلي نادير معتوق وسام البجاوي. كل الفريق على منصة التتويج في هذه البطولة الهامة جدا. ونعرف طبعا الجمهور العربي بطبيعته يعني عاطفي جدا. فهذه البطولة قبل شهر ونصف تحيي وتعطي ثقة أكثر للجمهور التونسي قبل مغامرة الكان. نفس الشيء بالنسبة للمغرب إن شاء الله، نفس الشيء بالنسبة لمصر في فوز الإسماعيلي يا رب. بطولات العام الماضي كانت كلها عربية وإن شاء الله هذا الموسم أيضا عربية. الحارس أيمن المكلوفي إبراهيم كوني. زبير بيا أظن يفكر في لقطة استثنائية هو أنه يرفع الكأس مع إبراهيم كوني بالتساوي. ممكن في تركة زبير بيا من قبل وزير الشباب والطفولة في تونس السيد عبد الرحيم السواري يرفع الكأس الغالية في لحظات ولحظات ولحظات تبقى في التاريخ وتبقى في ألبوم الذكريات. يلا زبير بيا إبراهيم كوني